عمل انت عايز تقولها جي. عايز اقول لحضرتك ان حتى لو في مجهود اهدر وما وصلتش لنتيجته وعوض ربنا في وقته، اعرف ان ربنا هيحوشه لك ويعوضك مره واحده. انت الكلام ده بتقوله جبر خواطر وتبطيب؟ لا والله، الكلام ده انا عايشه بنفسي، ده وعد ربنا ليكم وليا ولكلنا. ساعات الجزاء بيجي مره واحده نتيجه مرمطه سنين. لما فضل ربنا اشتغلت في التدريس مش عارف ايه وبتاع، وربنا يعني كرمني بشهره الحمد لله. كان قبالها مرمطه قبل كده كتير. انا بحضر الثانويه العامه وانا في الجامعه وانا في كليتي، كنت مش عارف بحضر حاجات ومش عارف ايه واذاكر واجتهد واتمرمط واروح بالليل اشتغل على الباوربوينت والانيميشن بايدي قبل ما التيم يعملها ويكون عندي تيم وبتاع. كنت بادئ بعربيه كده 128 كنت بزوقها اكتر من بركبها. اقسم بالله كلت بقى مطب مره اتشرخت والله العظيم رحت لحمتها من تحت. الميكانيكي كان بيقول لي دي تشيلها تعديها المطب تركب وتمشي، هتمشي بقى مطبها. كنت اقسم بالله بنزل ازقها في قلب الشتاء والطين وبالليل وانا مروح من شغلي متاخر. اقسم برب عشت الايام دي بحلف بالله. انت جاي في الاخر بقى تشوف ماجد امام هو التيم والبليزر والبدله واهلا بيكم طلاب حبايبي. لا اهلا بيكم ايه؟ في مرمطه ما اتشافتش، في سهر ما اتشافش، في تعب وعلاج وكانولا، وفي حاجات ما اتشافتش، في حاجات كتير بجد بتدفع ثمنها وبتضحي بيها طالما انت عايز تبقى مميز. ما هي كل حاجه ثمن. انت يعني خلاص قعدت على القهوه ولا خلاص استريحت ولا عرضتها على الواتساب والسوشيال ميديا، خلاص ده الثمن اللي انت خدت متعه اهو. ما تاخدش بقى نجاح، ما تاخدش توفيق، ما تاخدش تميز، عادي شخص عادي. طب انت ضحيت ودفعت ثمن وتعبت وقاومت نفسك وشهواتك ورغباتك وكل متع الدنيا المباحه ليك، وقتها بقى تعالى خد العوض من ربنا، وقتها بقى خد النجاح، وقتها بقى خد الرضا عن نفسك، وقتها بقى خد التوفيق، وقتها بقى خد المكانه الكويسه. ما هو مش هتاخد كل ده وانت ما فيش حاجه بتعملها ليه.